ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه، مكونه من رز بشعريه وبطاطس باللحمه المفرومه. تيجي نشوف الطريقه مع بعض. دلوقتي معانا بطاطس مقطعه قطع عشوائيه، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا كام فص ثوم، ومعايا بصله مقطعه. هنحط كل الكميه دي مع بعض على البطاطس. هنحط معلقة سمنة، نحط رشة زيت، ومعايا ورق لورا، معايا معلقة من الكمون، معلقة فلفل، ومعلقة ملح، ومعايا عصير من الطماطم هنحط عليه كده. هنقلب الكمية كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين. هنقيد بقى على البطاطس علشان تستوي، ونحط معلقة من الصلصة عشان تدي لون حلو معانا. هقيد بقى على صينية البطاطس تستوي معانا على البوتاجاز. شوف بقى الخطوة التانية. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا بصلتين مبشورين، معايا ملح وفلفل وكمون وبهارات اللحمة وبقسماط، 3 معالق من البقسماط. وهنقلب كده الكمية كلها مع بعضها. هنقلب كل دوات مع بعض كويس عشان كله يمتزج مع بعضه. خلاص كده احنا هنصبحها بقى مع بعض. عايزين بقى تعملوها زي صوابع الكفتة، كور، اي حاجة، اي شكل انتوا عايزين. كده احنا خلصنا الكمية كلها مع بعض اهي. معايا طاسة على النار فيها زيت، الزيت سخن معايا، هنحطها عشان تتحمر. انتوا شايفين كده. نشوفها كده ايه، استوت احمرت معانا ولا لأ. انا بشوفها لسه احمرت معايا. هنشيل بقى الاحمر وهنحط باقي الكمية برضك اللي لسه متعملتش. هنحط بقى باقي الكمية. معايا حلة على النار، نحط شوية من الزيت سخنوا. هنعمل بقى رز بشعرية. الزيت سخن معايا اهو، حطيت شعرية تحمر، نقلبها كده كويس. وكده اتحمرت معايا، نحط بقى الرز مغسول كويس. هقلب الرز مع الشعرية. هنعير المية بقى بتاعته.
نشوف بقى البطاطس معانا استوت ولا ايه. خلاص كده ابتدت دخلت على السوا كده، هي لسه شوية يعني حاجة بسيطة وتكون استوت كده. استوت معايا، نحط بقى اللحمة اللي احنا عملناها نقلبها كده كويس. كفتة صينية البطاطس بالكفتة باللحمة المفرومة دي طعمها حلو قوي، جربوها تعجبكم قوي. طبعا اللحمة المفرومة اللي عايز يحط فلفل اخضر، عايز يحط طماطم قطع طماطمية كده يقطعها قطع صغيرة عادي. انا بقى اكتفيت بان انا اعمل بصلة والمقادير التوابل عليها وخلاص. دلوقتي الرز استوى معايا خلاص اهوت، هو كده على التقديم هنقدمه مع بعض. كده يا بنات الفيديو بتاعنا النهاردة كده يا رب يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.